طبعا كل سنه وانتم طيبين بقى يا حبايبي. دلوقتي نيجي بقى نجهز بقى المشاوي. كل سنه وانتم طيبين، العيد طبعا يعني مشاوي. معايا بقى جبت طبعا ريش، وجبت كفته لحمه مفرومه، وجبت اللحمه اللي هي بتاعت عرق الفليتو زي ما انتم شايفين. بصوا دي اللحمه بقى اللي تجيبوها للمشاوي، تسويتها سهله جدا وبتستوي بسرعه، وبجد بتطلع معايا ملبن وجميله جدا. ومعايا الريش زي ما انتم شايفين، وهنعمل مع بعض بقى طرب وحاجات حلوه. بصوا قولوا اللي بتاع اللحمه تجيبوا من عند اللحمه تجيبوا عرق فليتو. بصوا اللحمه بجد روعه. تعالوا دلوقتي بقى نجهز. معايا ايه؟ معايا كده تتبيله، طبعا لازم تتبيله بقى بتاعه المشاوي الصح. معايا دلوقتي طماطم وبصل. هبتدي امسك كده، هبتدي نقطع كده الطماطم زي ما شايفين والبصل زي ما شايفين كده. بسم الله. هنا بقى بعد ما ضربنا بصوا البصل والطماطم في الكبه زي ما شايفين، هحط كده معلقه كبيره من الروزماري. جميل جدا بجد للمشويات، بجد بيسرع تسويته وبيدي طعم ولون جميل جدا، وبيديك لون كده، اللون الجميل ده بتاع ايه، اللون الفاتح كده اللي هو بيدي لمعه ولون جميل جدا. هنا هحط برضو حبهان، واحط ملح فلفل اسود برضو زي ما شايفين كده. هي حوالي معلقه من كل حاجه عشان انا هعمل بيه كميه، فهستخدم التتبيله دي. وعامله طبعا كميه كبيره من البصل والطماطم عشان اعرف ايه، عشان هعمل كل الكلام ده زي ما شايفين كده. هنا برضو هحط ايه، برضو دبس رمان بيدي بجد لون وطعم جميل جدا. هحط حوالي كده ربع كوبايه كده من الدبس رمان، بجد يا جماعه روعه. هحط برضو ايه، صويا صوص طبعا برضو جميل جدا للمشويات. حوالي برضو حطيت ربع كوبايه كده. لو عندك برضو خل تفاح جميل جدا برضو للمشويات، تجيبيه من اي سوبر ماركت برضو بجد تحفه، بيدي لمعه وجميل جدا يا حبايبي. اهو هبتدي اقلب كده بالمعلقه بعد ما حطيت كل التتبيله، كل قصدي التوابل، وحطيت الدبس رمان. حابه ازود مثلا صويا صوص زودي، كده كده بيدي لمعه جميل جدا ولون وطعم رهيب رهيب يا جماعه، والله بجد رهيب. اها هنقلب الكلام الجميل ده. وهحط بقى الخطوه بقى الاساسي طبعا الايه، شويه ملح كده عشان ايه المشويات ما تكونش دايره معايا زي ما شايفين كده. بص هنا بقى يا حبايبي الخطوه بقى المهمه. هبتدي دلوقتي بعد ما حطيت التوابل وكل حاجه، هبتدي اصفي طبعا الايه الميه، افصل الميه عن التفل الايه البصل والطماطم اللي انا عملتهم زي ما انتم شايفين كده. هبتدي كده اصفي اللي انا عملته ده كده بالمعلقه. بصوا الميه عماله تنزل ازاي، بصوا اعملي كده. بصوا بقى هنا خلاص طفيت الميه زي ما انتم شايفين اهي. بصوا الميه اللي نزلت منها. هبتدي هنا بقى التفل طبعا اروح حطاه على ايه اللحمه المفرومه. هنا بقى دلوقتي هبتدي احط برضو، انا زي ما قلت لكم جايبه عرق فليتو، احط برضو العرق فليتو على الريش زي ما انتم شايفين كده. وهحط بقى منها زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى ايه بالميه دي كلها بقى بتاعت ايه التتبيله اللي انا عملتها. بص هنا بقى يا حبايبي دلوقتي
بعد ما حطيت بقى التتبيله اعمليها كده يمين وشمال بايدك طبعا، وعشان التتبيله بقى تدخل في الانسجه بتاعه الريش والعرق الفليتو. ودلوقتي هبتدي اغطيها زي ما انتم شايفين كده وادخلها التلاجة. لازم تتساب حوالي ليله كامله. بصوا اهو، تبقى ليله كامله في التلاجة. ونبتدي بقى ايه نشوي مع بعض. هعمل بقى اوريكم ازاي بنشوي بقى على الفحم بطريقه بسيطه جدا وبقى لذة تتبيله. هنا بقى يا حبايبي دلوقتي زي ما انتم شايفين هبتدي طبعا الكفته انا حاطه فيها كل حاجه طبعا، وهبتدي طبعا ادعك كده زي ما انتم شايفين بايدي. الكفته دي بقى ممكن اعمل بقى منها طرب. انا جايبه المنديل برضو هعمل معاكم طرب، ممكن تعمليه في البيت نفس التتبيله دي، مفيش اي اختلاف. هنا برضو بقى خلصنا برضو التتبيله بقى بتاعت الكفته زي ما انتم شايفين اهو. عملنا تتبيله واحده، عملنا الريش وعملنا العرق الفليتو والكفته زي ما انتم شايفين كده. برضو هغطيها واسيبها برضو ترتاح زي ما انتم شايفين كده. بصوا بغطيها كده كده من الطروف، اروح مغطياها زي ما انتم شايفين كده عشان ما تنشفش مني اهو، عشان الهواء ما يدخلهاش اهو زي ما شايفين كده. اي كيس عندك ستريتش او كيس حلواني وافتحيه واعملي كده. كده مستطيل عملته بالسكينه، وابتدي اكور دلوقتي كده الكفته زي ما انتم شايفين اصبعها وابتدي اعمل كده. الطرب سهل جدا اهو بقى جاهز معايا اهو. بص انا عملت كميه قد ايه، عملت كميه كبيره يعني جايبه حوالي يعني كيلو كده من المنديل وعملته. بصوا اسهل طرب ممكن تعمليه في حياتك بجد جميل. وبقيت بقى الكفته هنعملها ايه، هنصبحها بقى وتبقى معانا بقى انواع المشويات النهارده. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين بصوا الجمال، احلى مشويات بقى. عملنا عرق فليتو وبجد اللحمه دايبه وجميله جدا، والريش واللحمه دايبه والطرب جميل جدا، وعملنا جنبيه بقى رز معمر بجد خطير. يلا كل سنه وانتم طيبين.